السلام عليكم. الحقيقة أنا ما عنديش فكرة معينة للفيديو ده أو مثلا موضوع معين نتكلم فيه، فهيبقى عشوائي شوية. ممكن مثلا يبقى نعتبره حاجة زي أبديت مثلا يعني، أو أنا وصلت لفين لغاية دلوقتي. يعني ممكن أكون ما اتكلمتش في ده قبل كده. من ساعة ما جيت هنا، أنا مثلا هنا بقالي بتاع 4 5 شهور أو 4 شهور في الغالب، قاعد لوحدي يعني مع اخواتي في شقة بعيد عن البيت. والموضوع مش زي ما الكل بيقول بقى هيبقى احسن وانك تقعد لوحدك احسن، والموضوع ده مش صح ابدا ابدا ابدا. ف استنى بس تشيك المايك عشان حاسس الصوت مش مظبوط. اوكي، كده احسن اعتقد. المشبك بتاع المايك مش عارف راح فين. الحاجات دي بتضيع ليه مش عارف. المايك والله المايك ده يعني هو جدع مش بيضيع ولا حاجه. المايك ده معايا من تقريبا اخويا كان جايبه لي هديه، كان فيديو تقريبا تاني او تالت فيديو ليا على يوتيوب. فبصراحه يعني مايك جامد جدا. بويا ام 1 لو حد هيسأل يعني. المهم ان الفكره يعني كون انك تعيش لوحدك دي مش زي ما الناس بترسم لها بقى انت هتبقى جامد وهتبقى تعمل اللي انت عايزه مش عارف ايه، او على الاقل زي ما انا ما سمعت. فالموضوع ليه زي ما ليه ايجابيات فهو ليه سلبيات اكتر. الموضوع ليه ايجابيات من ناحيه انك هتبقى قادر انك تعتمد على نفسك اكتر، هتفهم قدر المسؤوليه اللي انت محتاجه ان هو يكون عليك عشان تعمل حاجات اكبر في حياتك، انت فاهم. هتتعلم قد ايه شغل البيت صعب، قد ايه انك تشيل هم الاكل اصلا دي حاجه لوحدها في دنيا تانية. المواعين انك تغسلها كل مره بعد ما تاكل. يعني حاجات صغيره كده انت عمرك ما هتاخد بالك منها مثلا وانت عايش في البيت مع مامتك مثلا، عشان هي شايله عنك كل ده، انت فاهم. هتبدا تلاحظ حاجات اصلا انت مش واخد بالك منها ابدا. وفي نفس الوقت الموضوع يعني حاسس ان احنا ممكن نتكلم عنه اكتر في وقت تاني وهكلمك عنه بتفاصيل اكتر. بس يعني لغايه دلوقتي هي تجربه شيقه جميله و يعني كويس. اما بقى بالنسبه للشغل فبصراحه يعني فكرت كده جه على بالي. انا بحب التصوير، انا بحب التصوير جدا. جه عليا وقت انا كان ممكن اقضي تقريبا اسبوع كامل بصور في فيديو، اصور في بي رولز واصور في تفاصيل عشان يطلع معايا فيديو بالفيجن اللي في دماغي. وعمرها ما حصلت وطلع زي ما انا عايزه، ولكن كان عندي قدره كده اللي هو انا هصور وهقعد كتير اصور، هقعد كتير جدا اصور وهقعد كتير جدا امنتج وما عنديش مشكله في ده. بس دلوقتي حاسس ان الموضوع ده اتسحب مني كده، اللي هو بقى عندي حاجات تانية اعملها مثلا، او ما بقتش قادر ان انا افتح الكاميرا واصور. الموضوع بقيت حاسس ان هو بيحسسني مثلا بتوتر زيادة شوية. أه فده تقريبا من احد الاسباب يعني ان انا مختفي شوية، مختفي جدا سواء على يوتيوب انستجرام او كده. فبالنسبه بقى للشغل، ابديت للشغل، اخر فيديو تقريبا عملته اللي هو مش الفيديو الاخير اللي قبله، كان ابديت عن ان انا سبت الشغل اللي انا تقريبا بقالي فيه من بعد ثانويه عامه، والشغل اللي علمني كتير جدا. ودلوقتي انا شغال على الشركه بتاعتنا اللي هي لابك دوت كوم. فابديت بالنسبه للشغل، فالحقيقه الامور ماشيه يعني الحمد لله الحمد لله فوق جدا ما انا توقعت. الموضوع ان انا اديله انتباه اكتر، ان انا اشتغل عليه اكتر، يعني الحقيقه عمل اضعاف مرتبي، عمل اضعاف الشغل اللي انا كنت بشتغل. حققنا حتى التارجت السنوي في شهر 7 اللي هو الشهر اللي فات ده. يعني انت متخيل التارجت اللي هو المفروض يخلص في شهر 12 حققناه في شهر 7، والحمد لله الدنيا شغاله احسن. في الاسبوع اللي فات انا الديفلوبر بتاع الموقع بالمناسبه، احنا اللي شغالين ووردبريس من البدايه. ف الموقع كان فيه شويه مشاكل، فشويه المشاكل دول انا قعدت تقريبا يومين بلياليهم قاعد احاول ان انا احلهم واذاكر واشوف اكتر وافهم اكتر الموضوع ده شغال ازاي. والحقيقه ما حلتهمش في الاخر. كان بسبب طبعا يعني لو حد ليه شغل في الوردبريس وكده، هو كان موقع تقيل بشكل مش طبيعي، كان ممكن ياخد مثلا بتاع 10 ثواني عشان اللاندنج بيج يتحمل. ف اللي عملته بقى ان انا بنيت موقع من الصفر حرفيا، خد مني اسبوع كامل بلياليهم. يعني انا كنت بنام مثلا 6 7 الصبح واصحى 12 اكمل. فالموقع اتعمل، والحقيقه ان انا كنت مبسوط جدا جدا. لسه الموقع شغال امبارح، فكنت مبسوط جدا جدا لما لقيته بيحمل في لمح البصر كده، وشغلت الكاش فالموقع حرفيا بقى صاروخ. فكميه الانبساط اللي اتبسطتها وقتها كانت يعني بصراحه حاجه فوق الوصف. ف
خش جربه، خش جربه وقول لي رايك. طبعا ده يعني لو مش عايز قشطه ما عنديش اي مشكله، بس يعني جربه وقول لي رايك لو انت كنت جربته قبل كده وشفته هو قد ايه تقيل مثلا. وفي نفس الوقت برضه ظبطنا حاجات تانية زي الاسعار وعملنا اوفرز والكلام ده كله. اتبسطت ان الحمد لله الفتره اللي فاتت الشغل فيها كان كويس جدا. بس ستيل برغم كل اللي انا بحكي لك عنه تحس ان الموضوع لذيذ وكده، مش حاسس ان انا احسن حاجه. يعني يعني ايه مش احسن حاجه؟ يعني بحس كده اللي هو دي بقى صعوبة انك تكون شغال من البيت، اللي هو انت مش ايه، مفيش ساعات شغل معينة مثلا بتحكمك، ومفيش حاجة انت مضطر انك تعملها عشان في حد ايه وراك. مفيش شعور مثلا انك رحت الشغل النهاردة واشتغلت فانت عندك شعور بالانجاز اخر اليوم. على طول حاسس انك مثلا ما عملتش حاجة كبيرة في اليوم بتاعك، لو مفيش انجاز كبير فعلا اتعمل. فده نوعا ما بيخليك تحس معظم الوقت اللي هو انت مش كفاية. من ناحية تانية برضو كون الشغل بتاعك فهو بياخد وقت طويل، بياخد وقت طويل جدا من حياتك. ده ليه نواحي تانية، ليه كذا ناحية. نواحي مثلا من ان انت بتطور من نفسك في جزء معين من حياتك اللي هو حياتك المادية والشغل وكل الكلام ده. من ناحية تانية انت بتهمل نفسك، اللي هو انت محتاج، يعني مثلا انت عايز تروح الجيم، انا عايز اروح الجيم، سيبك من انت. انا عايز اروح الجيم بقالي كتير جدا نفسي التزم، بس ما اعرفش بخلص بقى شغل من هنا اكسل. ده اصلا لو افتكرت ان انا اروح الجيم من كتر الحاجات اللي ورايا المفروض اخلصها. ف مثلا اوقات ان هو النتيجه ما بتبقاش فوريه، اللي هو مثلا انت مش عملت الشغل زي مثلا ما انا عملت امبارح خلاص رفعناه امبارح، مستني بقى فيدباك وكده. ما اظنش ان حد لاحظ قوي يعني عشان محدش منتبه قوي، فنتيجة مش فورية. لكن مثلا في عوائد على المدى البعيد زي مثلا زيارات الموقع هتزيد، الناس هتحب الموقع اكتر ان هي تقعد عليه، تقضي عليه وقت اكتر بما انه اسرع. فدي عوائد مش فورية. فانت تحس كده الوهلة اللي هو طب يعني الشغل ده كله لسه مفيش نتيجة. فده بقى يعني الحاجات دي كلها مش عارف لسه بصراحة اتعامل معاها ازاي. بس اعتقد يعني ان في ناس عدت بالتجارب دي، فنحاول ادور شوية سيرش او اكتشف حلول مع نفسي في الايام اللي جاية. بس اوفر اول يعني بصراحة اكبر انجاز حاسس ان انا عملته في الفترة اللي فاتت هو ان انا بنيت الموقع تاني من الصفر، حرفيا من الصفر من اول سطر. فده كان تجربة جميلة جدا جدا جدا. اما بالنسبة للكلية، الكلية احنا عندنا فيها دلوقتي سمر تريننج، عندنا تدريب المفروض يعني ان هو عندنا في تانية وتالتة. والحقيقة ان مش عارف بصراحة اقول ده ازاي، بس حاسس ان افشل فترة انا في حياتي فيها دراسيا هي فترة الكلية دي. انا يعني كنت من اولى ابتدائي لغايه تالتة اعدادي، تانية ثانوي مثلا اقدر اقول انا كنت بطلع الاول على المدرسه بتاعتي. الصيف معروف اللي هو الصيف السنه دي ايه، فين الصيف الاول على المدرسه بتاعتي. تالتة ثانوي يعني عملت فيها مجهود جبار طبعا زي ما احنا كلنا شفنا وقضيناها مع بعض، قضيناها سوا. اما الكليه فانا فاشل بجد، انا فاشل دراسيا. انا مش سيف اللي انتوا عارفينه او اللي انا كنت عارفه من زمان. دراسيا انا مش موجود الحقيقه. حاجات تانية واخده اهتمامي واخده انتباهي. فده ادى الى ان الجي بي اي بتاعي مش عاجبني ابدا، مش كويس خالص. يعني انا خلاص خلصت سنه تانية وداخل ثالثه، فالجي بي اي 2.9. يعني لو حد هيسأل، ده مش كويس. مش كويس ليه؟ عشان مثلا يعني انا طالع تقريبا من سنة اولى بجي بي اي 3 وشوية يعني. فهو في مسار نازل لتحت من البداية خالص. وده يعني ليه حق لان انا ما كنتش بذاكر اصلا في الفترة اللي فاتت. بس مؤخرا اكتشفت ان في فرصة، يعني بما ان انا في حاسبات فانت لو في حاسبات برضو، فيعني حد يعني قال لي الموضوع ده، قال لي ان انت قدامك فرص كتير جدا جدا انك تاخد ماجستير بره، منحة طبعا مش هتدفع اكتر من تذكرة السفر. وفي كذا في جامعات كتير جدا بتقدم الموضوع ده. هل ده بقى يعني بيعتمد على ايه او مثلا بيختاروا على اساس ايه؟ قال لي لو انت الجي بي اي بتاعك مثلا 3 و2 وانت طالع يعني انت كده تمام. ف الموضوع اداني كده بصة امل. يعني من احد الاسباب ان انا مثلا ما كنتش مهتم بالكلية قوي هي ان انا ما كنتش فاهم، ما كنتش يعني الموضوع في ايه. ان مثلا قبل الكلية آه انت قدامك هدف واضح، انت قدامك انك تذاكر عشان تجيب درجات كويسة عشان تنجح وتعمل سكور جامد جدا، او على الاقل مثلا ان هو تبقى احسن من اي حد في المدرسة بتاعتك مثلا يعني. لكن
دلوقتي بقى انت مش عارف او انا مش عارف الهدف، يعني طيب انا هشتغل ايه او هعمل ايه دلوقتي، انا المفروض اعمل ايه؟ فكان على طول في بالي اسئله اللي هو انا الهدف ايه من الكليه؟ طيب هذاكر ليه؟ يعني دلوقتي انا هذاكر ليه؟ انا مش مطلوب مني مستوى دراسي كويس او مستوى دراسي عالي، فما كنتش عارف حتى اختار لي المجال مثلا اتخصص في ايه بالظبط، او اذاكر ايه، او ادخل في كذا حاجه. غير كده كنت مهتم اكتر بالشغل بتاعي اللي هو اللي انا سبته طبعا. فكان واخد وقتي، فكذا حاجه كانت مشتتاني عن الدراسه، فده ادى للجي بي اي بتاعي يموت. ودلوقتي حاسس ان في فرصه ان انا ابقى احسن، او ان انا اسافر مثلا اخد الماجستير بره. فكون الجي بي اي بقى بتاعي النتيجه لما طلعت في سنه تانية بقى هو قليل كده، فحاسس ان الفرصه دي ممكن تطير. وده يعني فاهم، مش عارف بقى في تالتة حاسس ان انا هبذل مجهود زي ما بذلت في ثانويه عامه كده الى حد ما يعني، وهحاول ان انا اذاكر اكتر. بس اللي مضايقني إن الجمله دي انا قلتها كل سنه من السنين اللي فاتت، فان شاء الله السنه دي ما تبقاش زيهم يعني. واحاول اعلى بالجي بي اي بقى، احاول اعلى بالجي بي اي مثلا على قد ما اقدر، يعني ما اعرفش حتى لو وصلت للبيك وجبت جي بي اي 4، الجي بي اي بتاعي ممكن يزيد كام يعني، خليها على الله. ولكن انا معايا تالتة بس عشان ان شاء الله لو الفرصة دي احتمال يعني ان انا اخدها، او احتمال ان انا اعملها. لو حد مثلا في باله او ازاي ممكن اللي هو ازاي الماجستير ناخده بره وكده، فهو قال لي ان هو مجدي، كان اسمه مجدي قال لي ان هو عمل ايه. هو بالمناسبة هو خلاص مسافر في شهر 9 اللي جاي في جامعة مش عارف في فيرجينيا ولا فين بالظبط، مش فاكر بصراحة قال لي فين. بس الموضوع لذيذ، هو في امريكا. فقال لي ان هو كل اللي عمله ان هو في جامعة القاهرة. قال لي دكتور تقريبا في مرة قال لنا ان انتوا كطلبة حاسبات فانتوا قدامكم الفرصة انكم تسافروا كبيرة جدا، فاللي انتوا بس محتاجين تعملوه هو ان خلاص بعد ما خلصت سنه ثالثه وداخل في سنه رابعه، بجانب انك بتجهز لمشروع التخرج من اول نص السنه كده، تبدا تشوف ايميلات الدكاتره، الايميلات بتاعت الدكاتره اللي بره، وتبدا تبعت لهم ميل مثلا. الميل ده بيكون فيه يعني مش فاكر تفاصيل، بس هو قال لي الميل ده حاطط فيه اللي هو يعني الحاجه اللي هو ممكن يتخصص فيها، او الحاجه اللي هو محتاج يتخصص فيها، والمواد اللي هو ذاكرها او درسها. وبيقول لي ان هو تقريبا كان بعت ل 100 دكتور، منهم 10 ردوا عليه، منهم 3 دخل معاهم انترفيو، ومنهم جامعة اتقبل فيها. الموضوع صعب طبعا، بس في فرصة. ان شاء الله يعني نقدر نستغلها. فالموضوع ده شاغل بالي شوية برضه. ان شاء الله تالتة تبقى احسن من الوقت اللي قبلها والوقت اللي عدى. أمم، حاسس ان انا اتكلمت كتير جدا. اكتر تقريبا من اي فيديو عملته في القناة، واكتر مرة اتكلمت فيها عن نفسي في الشانل بتاعتنا كلها. ف بس يا سيدي كفاية كده المرة دي، وان شاء الله يبقى لينا قعدات زي دي وقت تاني.